بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي أخواتي في الله، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. جيت اليوم البنات نحضر معاكم وصفة شوربة فريك. كاين اللي يقولها شوربة فريك، كاين اللي يقولها شوربة، كاين كاين اللي يقولها جاري، كل واحد وش يقولها البنات. شوفوا لهنايا جبت القدرة نتاعي، ضفت فيها المرصوات نتاع اللحم ومرصوات تاع الدجاج، باسكو انا ما ناكلش اللحم، نحب الدجاج ديما. شوفوا ضفت عليهم حبة بصلة متوسطة مربية، وزوج سنينات نتاع الثوم، وحبة طماطيش مسكرفجتها، وضفت حوالي مغرف تاع دبشة، وكاين يقولها كزبر، وضفت عليهم الزيت. شوفوا لهنا البنات، بديت هذا بالاولويات على واه باش كي نقليو الطماطيش نتاعنا تروح لها لاسيديتي هذيك، وضفت عليهم طماطيش كونسونطري. البنات كي نحطها تتقلى، الطماطيش الحب تنحي الحموضيه، و اون بليس طماطيش تاع الباط ثاني تفقد الحموضيه نتاعها. ماذا بينا احنا البنات ديما كما نقولوا احنا المرق نتاعنا يجينا بنين. كما قلت لكم نحط هذو المكونات كامل فوق النار، خليهم يتقلاو البنات. قد ما خليناهم يتقلاو فايدة. انا يا البنات قعدت كما نقولوا احنا حطيتهم يتقلاو، مرة مرة نقلبهم، من بعد نغلق عليهم، بعد مرة مرة نقلبهم، حتى حسيتهم كما نقولوا حنايا اندمجت المكونات. الدجاج نتاعي قريب يطيب، اللحم ثاني كيف كيف دخلهم شوية تاع الطياب، وفي نفس الوقت كما نقولوا كلش يطلق الماء نتاعو. ومن بعد ما تقلاو لي شويه ضفت لهم لي زيبيس. ضفت لي زيبيس البنات، ضفت فلفل احمر حار حلو، راس الحانوت، الملح، الكزبر، درت تاني نص مربع تاع جنبو، وخليتهم ثاني يتقلاو. شوفوا هنا البنات خليتها تتقلى حوالي 20 دقيقة هكذاك. بعد ما تقلات لي ضفت لها الفريك، بعد ما كنت غسلته، طبعا لازم نغسلوها البنات. انا غسلته زوج مرات وخليته كما نقولوا حنايا كما. شوفوا انا نغسلو المره الاولى نصفيه كاش ما فيه مثلا هكا هكا تلقى فيه حوايج واحد رقيق هكا. ومن بعد زدت فرغت هذاك الماء وزدت صفيته ودرت له زدت درت له ماء واحد اخر. شوفوا لهنا البنات بعد ما تقلالي المرق نتاعي، في هذه المرحلة دوكا نضيفوا الفريك. بعد ما نضيفوا الفريك البنات نخليه يتقلى زوج دقائق ولا، ومن ثم نمرقه بالماء نورمال بطبيعة الحال، الماء حسب الاخر. ديما نقولكم الماء ما تكثروش بزاف، سما عينكم ميزانكم، كل واحد والقدرة نتاعو يسمى يعرف شحال ترفد. البنات بمناسبة شهر رمضان حبيت نقول لكم صحة رمضانكم ان شاء الله. رمضان الخير والهنا ان شاء الله. ربي يديم علينا النعمة ان شاء الله يا ربي. شوفوا لهنا البنات مرقت الشوربة نتاعي وخلطت كيما هكا باش كيما باش ما الشوربة تاعي ما تهبطليش كل لتحت، باسكو راكم تعرفوا البنات الشوربة طول قعدت الماء خفيف طلع الفوق وهي ثقيلة هبطت لتحت. نغلق عليها حوالي نص ساعة ونشوف الشوربة نتاعي. شوفوا هنا البنات المرق نتاعي كيفاش جا مرق ما شاء الله. شتو البنات انا حسيتها شوي خفيفة، خليتها شوي يزت لها كما نقولوا حنا شوية وقت، ومن بعد
كي شفتها بدات عقدت لي مليح كيما بغيتها انا، ضفت لها فلفله خضراء. هذيك اخر لمسه البنات. ومن بعد ضفت لها شوفوا قبسه تاع النعناع مرحي، باسكو البنات انا نحب الذوق تاع النعناع في الشوربه فريك. كاين اللي ما يحبش يديرها ما يديرهاش نورمال، عادي مش ملزومين يديروها كيما راكم تشوفوا. لهنا خليتها غلات شويه مع الفلفله ومن بعد طفيت عليها نورمال. شوفوا هنا في صحن التقديم البنات انا